التكنولوجي الجديده اللي هي بتاعت الاي اي. انتوا ممكن تكونوا بتستخدموا الاي اي في ايه في شغلكم؟ احنا عملناه اوريدي في البروجكت نمره واحد. بروجكت واحد ده كان كله مبني على التكنولوجي بتاعت الاي اي. احنا كنا فكرنا ان احنا الكليه طلبت مننا كقسم علمي يعني ان مشروع التخرج بتاعنا يكون ريليتد لتجميل او موظف لتجميل الكليه. قديم بالفضل في المشروع ده للطالب اسمه محمود ابو المجد، لان هو ده طالب عندي وهو اللي كان صاحب الفكره دي. احنا طبعا عملنا برين ستورمنج مع الولاد قبل. انا قابلته اعتقد في الجاليري، صح؟ في الجاليري في الايفنت اللي كان معمول، حضرتك قابلتيه؟ طبعا. وقلنا نقترح افكار مختلفه. قعدنا نقترح فكره 2 3 4 ومن ضمنهم طبعا هم متروك ليهم لان هو ده بتاعهم هم، مش بتاعي انا. انا عملت خلاص واشتغلت. بس اكيد حضرتك تبقى واقف بتتفرج بفخر يعني. انا لا عارفه والله، هقول لك على حاجه يمكن هم عارفينها، ان انا لما بشوف الفرحه في عينيهم هم انا ببقى مبسوط يعني حقيقة. انا الفرحه بتاعتهم دي هي اللي بتسعدني انا شخصيا، لكن مش بسعد لان انا النهارده انا بقالي مش عايز اعد عشان خاطر عدى سنين كتير قوي بدرس يعني، لكن خليني اقول لك ان هو من خلال الطلبه بتوعي هم والشغل اللي هم بيعملوه هو ده اللي بينعكس عليا انا بالسعاده. فمحمود ده كان صاحب فكره ان احنا نعمل، احنا عندنا يا دكتور 14 قسم. قلت له تمام. قال لي طب ما نعمل ندمجهم مع بعض في تصميم. لا نعمل مجاميع وكل مجموعه تعمل قسم معين. طيب اوكي، اعملوا لنا افكار، هاتوا لنا افكار الاول وتعالوا ايه. فلقيتهم هم من نفسهم، وعشان كده بقول لك بقى ان هم بيوجهوني معاهم. عمليه التعليم والتعلم دي عمليه متبادله، واللي بيحكمها وين تو وين. هم بيكسبوا وانا بكسب. انا بكسب افكار من الطلبه بتوعي تفتح لي انا مدارك خاصه بيا انا شخصيا. دي حقيقه. وهم بيكسبوا ان انا ازاي بوجههم ان